بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج أعلام ومعالم. حبيبي عمر، احنا فين اليوم؟ نحن الآن في الإسكندرية. أهلا وسهلا بكم في الإسكندرية وكورنيش الإسكندرية، هذه المدينة الساحلية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط. جميلة جدا هذه المدينة. والأكيد عمر سنستقبل ضيفا اليوم في برنامج أعلام ومعالم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. من هذا الضيف؟ نتركها مفاجأة للجمهور إن شاء الله. إن شاء الله. يلا ما شاء الله، تفضلوا معنا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أعلام ومعالم مع أخي رضوان. أهلا وسهلا بك أخي عمر. نستضيف اليوم قارئ من القراء الشباب الذين ذاع صيتهم في الوطن العربي بأدائه القرآني المتميز، صوت شذي عذب تستمع فيه إلى جمال القرآن الكريم وتعيش هذه الآيات القرآنية بهذا الأداء القرآني المتميز. إنه القارئ المتميز، القارئ العالمي، أقولها بصدق، إنه إسلام صبحي. أهلا وسهلا بك إسلام. الله يسعدك. أهلا وسهلا بك إسلام صبحي. نحن في الجزائر نستمع دائما إلى تلاوتك القرآنية ولك جمهور كبير جدا في الجزائر. إن شاء الله. بداية ماذا توجه من رسالة لجمهورك الجزائري الذي يتابعك الآن؟ أوجه تحية كبيرة طبعا، يعني أهلنا وحبايبنا في الجزائر، جزاكم الله خير وربنا ربي يبارك فيهم ويحفظهم. يعني يمكن الواحد بيفرح جدا لما يلاقي إن هو في بلد ما له تأثير، ويمكن تأثير إيجابي، فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. يعني أتمنى من كل واحد جزائر بيحب إسلام صبحي إن هو دايما يدعي لي بالثبات،
وان ربنا سبحانه وتعالى يسدد خطايا ويوفقني في المسيره دي، لان بصراحه يمكن اللي بيظهر للناس ان الموضوع سهل شويه، لكن الموضوع يمكن في فتن كتير محتاج ان الواحد يثبت عليها. فدايما بطلب منهم الدعاء، وطبعا بشكرهم على حبهم وجزاهم الله خير. ما شاء الله عليك. جزاك الله خير. حسن، الآن نريد أن نعرف ما هي بدايتك مع القرآن الكريم؟ البداية هي يعني كانت بداية مقسمة على عدة مراحل، بس يعني باختصار هو الفكرة كلها. أنا بدرس طب، عندنا في طب كان في يمكن جروب للدراسة وجروب تاني للمواهب. فأنا يمكن ابتديت أنزل القرآن، ويمكن في الأول كان تجويدي مش لسه ما كنتش اتعلمت تجويد على يد شيخ متقن. ف خلاص بقيت انزل على الجروب ده بما اني عندي موهبة الصوت. فبدأ بعض التعليقات من الناس ان انت محتاج انك تظبط التجويد، ما شاء الله عليك انت صوتك كويس لكن التجويد لسه محتاج الاحكام، قصدك احكام احكام التجويد. فابتديت ان انا اشوف يعني معلم تجويد احضر عنده يعلمني مخارج الحروف. لكن كان في المشكلة اللي هي ظهرت في الاول، وهي فكرة ان التلاوات اللي انتشرت في الاول دي كان التجويد فيها ضعيف، بسبب ان كان في حد بيسربها من الجروب ده، وكانت بتنتشر على اليوتيوب، لان معظم اللي عندهم قنوات مش دارسين تجويد، فما يعرفوش اذا كانت التلاوه دي صحيحه ام لا، او خاطئه. فتنزل ويتكتب عليها مثلا منشط يمكن يشد الناس: القارئ الذي اذهل علماء العالم وغير مجرى التاريخ، يعني حاجات من دي. فانا ابتديت الموضوع بدأ معايا انا اتخضيت، يعني منين انا كنت بس بنزل على جروب صغير في عدد صغير من الناس، وانا لسه مش قد المسؤوليه دي ولسه ما اتعلمتش تجويد، ومنين التلاوات اللي انتشرت دي يعني كان فيها اخطاء، يمكن لحن جالي كمان مش لحن خفي. فكانت البدايه دي هي يمكن اللي حطتني على اول الطريق، وفضل الله عز وجل اللي ابتديت ان انا اتعلم احكام تجويد، وابتديت ان انا بقى احاول ان انا احذف التلاوات القديمه واستبدلها بالتلاوات الحديثه اللي انا ببقى متقن فيها للتجويد. فدي كانت باختصار يعني بعد ما خدت الاتجاه القرآني المسيره مشيت ازاي. ما شاء الله.